doing there? It's just a costume. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيلم جديد. كيبدا فيلمنا اليوم في واحد المشرحه اللي كان فيها واحد الطبيب كله مضروب والمهرج تابعو، ولكن واخا هكاك بقى غادي في الارض حتى وصل التليفون، وملي يلاه هزو باش يعيط على البوليس جا المهرج من وراه وهرس ليه دماغو بواحد المطرقه، موراها حيد ليه عينو وركب على راسو في بلاصه العين اللي ما عندوش. ملي خرج مشى لواحد المصبانه اللي كان فيها واحد الراجل ناعس تما. مهم ملي وصل حط حوايجو يتصبنوا وجلس كيقرا في الجورنال وكيتسنى فيهم يوجدوا. في واحد اللحظه بانت ليه واحد البنت لابسه نفس اللبسه ديالو بالضبط، وملي هاد الاخيره نالت لعندو بدا كيضحك وكيلعب معاها. هنا الراجل فاق وما فهم والو ملي شاف المهرج جالس كيلعب غير بوحدو حيت هو ما كانش شايف البنت. ملي المهرج وجدوا ليه حوايجو لبسهم ونظف الدنيا تما قبل ما يمشي، وقبل ما يخرج من المصبانه كنعرفوه صفاه للراجل اللي كان ناعس تما. كنمشيو عند سينا اللي هي واحد البنت اللي كانت كتوجد في اللبسه ديالها على قبل الهالوين، وكانت عايشه غير مع خوها الصغير وماماها. ملي كانوا جالسين كيتعشاو كانوا كيتناقشوا على اللبس ديال الهالوين. هنا الاخت رفضات اللبسه اللي باغي يلبس خوها، وملي قالت ماماها بلي خوها باغي يلبس اللبسه ديال المهرج اللي قتل العام اللي قبل 8 الناس حتى الام رفضات، ولكن هو كان ديجا موجدها ومعلقها في بيته. فهاديك الليله مشى لبيت اختو وبدا داوي هو وياها على المهرج، وقال لها كيقولوا بلي واخا اختفى راه جثه ديالو ما طلقاتش، وهادشي كيعني بلي يقدر يرجع في اي وقت. جاوبته سينا وقالت لي دابا عاد فهمت علاش اختاريتي تلبس اللبسه ديالو، باش حتى الا شافك ما يدير لك والو. هنا الولد تقلق ومشى. كنمشيو لواحد حفله الهالوين اللي كان فيها المهرج وحتى سينا. من بعد ما ضحك معاهم المهرج بدا كيفرق عليهم في الهدايات، وملي سينا حلات البواطه اللي عطاها لقات فيها قلب ديال بنادم ومازال كيضرب. في هاد الوقيته بالضبط جبد المهرج السلاح وبدا كيتيري فيهم كاملين. اما البنت اللي كانت كتغني شعل فيها العافيه وهي حيه. ملي يلاه كان قاصد سينا باش يشعل فيها العافيه ضربتها الفايقه ولقات اللبسه ديالها شعله فيها العافيه بسبب الشمع اللي نساتو شاعل. غير طفات العافيه جات ماماها بدات كتخاصم عليها وكتقول لها كيفاش قدرتي تناسي وتخلي الشمع شاعل. جاوبتها البنت وقالت لها انا متاكده تفيتو قبل ما الناس، ما عرفتش كيفاش توقع هاد الشيء. كنمشيو لعند المهرج اللي كيكون كيوجد في راسو وفي السلاحات ديالو، وهنا كانت معاه حتى ديك البنت الصغيره اللي كانت كتفرج في البرنامج اللي كيهضر على البنت الوحيده اللي نجات من المذبحه اللي طرات العام اللي فات. في الاول المهرج كان كيضحك، ولكن غير المذيعه قالت بلي المهرج مات تعصب بزاف وهو يهرس التلفازه. ملي كان جون كيتمشى في المدرسه بان ليه المهرج وحتى هذيك البنت جالسين في الارض وكياكلوا في حيوان، وغير المهرج لاه على جون هذاك الحيوان بدا هربان حتى خرج في واحد الاستاذه، ولكن بكثره الخوف ما دواش معها بقى غادي هربان. ملي الاستاذه مشات تشوفو من الناس هربان ما لقات حتى واحد من غير هذاك الحيوان ميت وموكول في الارض. كنمشيو لعند سينا اللي كتكون في واحد المحل هي وصاحبتها باش تاخذ اللبسه الجديده على قبل الهالوين حيت اللبسه الاولى تحرقات ليها. ملي صاحبه سينا جاتها مكالمه بدات خارجه برا باش تهضر، وهي غادا تلاقات مع المهرج اللي ضحك ليها ودخل المحل. غير شافتو سينا ركبها الرعب، ولكن دازت من حداه ومشات لاكيس. ملي بغات تخلص عرفات باللي نسات بسطامها في الطاج الفوقاني ديال المحل، ولكن من بعد ثواني قلال جابوا لها المهرج ومشى كيقيس في النظاظر. بحكم المحل ما عجبوش تصرفاته طلب منه يسكت، وفي نفس هاد الوقيته قال سينا تسنيني انا غنمشي نجيب لك شي ميكا كبيره ونرجع. غير مشى قرب لجهه المهرج وبدا كيضايق فيها وهي كانت كامله كترعد بالخوف، ولكن من زهره جا مول المحل وهو يتخاصم مع المهرج من جديد. سينا غير تقدات وخرجات. مشى المهرج سد الباب ديال المحل ورجع لعند مول المحل وقال لي بغيت نشري هاد اللعبه هادي، وملي قال لي ثمنها هبط يجيب الفلوس زعما، ولكن غير هبط جبد سلسله مطرقه قرعه ومقده وموراها عاد جبد الفلوس. مول المحل تعصب وهو يقول لي خرج من هنا بخاطرك قبل ما نخرجك انا بزز. هنا المهرج ضربو بقرعه على راسو وموراها حيد لي راسو بالمقده. ملي سينا رجعت للدار خوها قال لها باللي شاف المهرج في المدرسه وشاف مع حتى واحد البنت صغيره، وفي الاخر طلب منها تبقى في الدار هاد النهار وما تخرج. هنا سينا قالت لي ما تخافش راه ما غادي يوقع والو. هو قال لها صافي ديري اللي بغيتي ولكن وجدي راسك باش تسمعي حالات القتل اللي غيكونوا اليوم. بحكم هذاك النهار كان الهالوين بداو الدراري الصغار كيدوروا على الدور على قبل الفاني، ولكن عند صاحبه سينا في بلاصه الدراري دق عليها المهرج، وملي حلات عليه الباب بدات كتضحك وما بغاش تعطيه الفاني حيت هو ماشي دري صغير، وموراها سدات عليه الباب ولكن هو عاود دق عليها الباب عاوتاني. وهاد المره ملي حلات عليه
لاحت عليه الفاني، وملي شافت ميكا عامره بالمواس وبالدم خافت بزاف، وفي البلاصه سدات عليها الباب وبقات حاضيه حتى مشى بحالو. في الليل ملي كانت كتوجد في راسها سمعت صوت الدجاج تهرس، وملي هبطات تشوف شنو كاين بان ليها الباب مهرس والمهرج واقف في الكوزينه كيشرب. هنا هي بدات هربانه منه، ولكن هو شدها وشرط لها وجهها بالموس. موراها هز مقص وهو يقطع لها شعرها بالجلده ديالو. من بعد بدا كيهرس ليها في العظومه، بدا كيضرب فيها بالموس. موراها مشى جاب الكلور والملح وبدا كيكب فيهم عليها. ملي ماماها جات للدار باش تديها الحفله، غير بان ليها الدجاج مهرس، طلعت كتجري لبيت بنتها، وغير طلعت كانت صدمه، لقات بنتها مازال عايشه والمهرج كيقطع من لحمها وكياكل. في الجهه الاخرى كنشوفوا صحاباتها وصلوا الحفله وبداو كيسولوا في سينا عليها. ملي الدراري الصغار دقوا في دار صاحبه سينا على قبل الفاني، حل عليهم المهرج براسها في يده وهو اللي عطاهم فيه الفاني. الدراري الصغار كان كيسحب لهم باللي هذاك الراس ديال بلعاني، وحتى الدم اللي كان فوق الفاني حتى هو ماشي ديال بصح. المهم خداو الفاني تسلم عليهم المهرج ومشاو فرحانين. كنمشيو لعند جون اللي ملي جات عنده ماما وقالت ليه اش بان لك نتفرجوا في شي فيلم انا وياك، قال لها باللي ما باغيش حيت كيقرا في الكتاب اللي كتب بابا اللي كانوا فيه كاع جرائم اللي نفذ المهرج وكاع الضحايا ديالو، ومكتوب باللي بطاله وحده اللي تقدر تقتله. هنا ماما قالت ليه بابا كان غير كيكتب بلا ما يعرف اش كيكتب. موراها حيدات ليه الكتاب من ايده وقطعاته، وملي بدا كيغوت عليها صرفقاته. هنا هو خرج كيجري من الدار. من بعد شويه الام سمعت شي صوت جاي من الكراج، وملي مشات باش تشوف اش كاين كتلقى طوموبيلتها كلها مسخه وعامره بالكاغط. هنا الام عيطات لبنتها باش تسول على هادشي، ولكن سينا ما كانت عارفه والو، غير قطعت معاها وبدات كتمسح في الدجاج. بان ليها المهرج جالس في الطوموبيل داخل. هنا هو تيرا فيها بسلاح نيشان دماغها وبلا ما يخلي لها حتى الوقت اللي تهرب فيه. اما سينا في طول الوقت في الحفله كانت كتشوف هذيك البنت الصغيره اللي كانت مع المهرج، ولكن ما كان كيشوفها حتى واحد من غيرها. رجع جو للدار وتصدم ملي شاف ماما جالسه وراسها مفرقع، وزاد صدم اكثر ملي شاف المهرج جاي لجهته. هنا هو هرب ومشى نيشان لبيت اختو، وملي يلاه بغى يهز واحد الموس جا المهرج ونعسو بواحد البرا. في هاد الوقيته صحاب سينا كيكونوا موصلينها للدار، وهنا صونا ليها خوها وقال لها اجي وصليني، ولكن خوها كان مغيب واللي كان داوي معاه هي هذيك البنت اللي كانت كتقدر تقلد الاصوات. وكيكون المهرج غادي بجون لواحد البلاصه فيها الالعاب ديال الرعب، وخوها دوا معاها باش تمشي تديه من تما، وهي قالت ليه صافي تسناي اللي جايه. ملي وصلوا للبلاصه ما لقاوش، وهنا صاحبه سينا قالت لها اش كيدير خوك في هاد البلاصه، راه غير 3 ايام دابا باش لقاو واحد البنت مقتوله ومقطعه اطراف. سينا غير سمعت هادشي زارت خلعت على خوها وهي تنزل تقلب عليه. ملي ما لقاتوش صونات عليه وقالت ليه انا كنتسنى فيك حدا الالعاب، ولكن هو بقى صوته كيتقطع حتى تقطعت المكالمه. من بعد شويه صيفط ليها ميساج اللي قال ليها فيه انا في البيت ديال الرعب. واحد الوقيته فاق جون ولقى راسو في واحد البيت اللي كان عامر بالمونيكات اللي كانوا كيخلعوا، وملي دارت عنده البنت الصغيره وشاف وجهها مشوه هرب. في الجهه الاخرى كنشوفوا صاحبه سينا جالسه في الطوموبيل وكتحاول تصوني عليها، ولكن هي ما كانش كتجاوب. اما الدري اللي كان معها كان نزل من الطوموبيل باش يقضي حاجته، ولكن في واحد اللحظه هجم عليه المهرج وبقى كيطعن فيه حتى قتلو. وملي صاحبه سينا شافت هادشي بغات تهرب، ولكن المهرج هرس الدجاج خرجها، ولكن هي ضربته برجلها وقدرت تهرب منه. ملي كانت هربانه كانت كتعيط بسميه سينا، ولكن سينا كانت في البيت الرعب وكاع ما كانت كتسمعها. والمهرج بقى تابعها حتى دخلت لواحد البيت اللي فيه كان كيقتل الضحايا ديالو. هي غير دخلت هزات واحد العصا بدات كتطلب منه يبعد منها، ولكن هو غفلها وخو عليها الماء القاطر، وموراها بقى كيهرس لها عظامها بالعصا. وملي ماتت جبد ليها قلبها وكالو. من بعد شويه حتى سينا دخلت لهداك البيت وتصدمت ملي شافت صاحبتها في هذيك الحاله. وملي كانت كتغوت جا المهرج وبقى واقف وكيشوف فيها وكيضحك، ولكن في هاد اللحظه جا خوها جون وهي تهز ديك العصا طلبات منه يهرب. وهادشي اللي كان غير هرب ناضت هي وضربات المهرج لرجلو بهذيك العصا. هنا المهرج شدها وبقى كيضرب ليها في راسها مع الجاس اللي كان في البيت حتى طاحت. موراها مشى كيقلب على جون وخلاها. جون ملي يلاه بانت ليه البلاكه ديال الخروج خرج ليه المهرج، وهاد الاخير شدو بقى كيشارط ليه في وجهه، ولكن من ظهرو جات سينا من ورا المهرج وهي ضربو بهذيك العصا ديالو، وموراها خلاتو تما وهربات هي وخوها. بحكم سينا كانت مضروبه وما كانت قادره تزيد بزاف، جلسات هي وجون وبقاو داوين. هنا خوها قال ليها بلي المهرج كان باغيك انت من الاول، وباللي جابني انا لهنا غير باش يستدرجك، وقال ليها حتى بلي هي الوحيده اللي تقدر تقتلو كيف ما قال باباهم. ملي سينا ارتاحت شويه ناضوا باش يقلبوا على منين يخرجوا، وهما غاديين دازوا من واحد البيت كيخلع. هنا سينا قالت خوها تسناني هنا انا غادي نمشي نشوف شنو كاين في البيت الاخر، ولكن غير مشات جا المهرج من وراه طيحو بقى كيضرب فيه بواحد السلسله ديال الحديد لظهرو. سينا غير سمعت صوت خوها رجعت كتجري، ولكن حتى هي شدها المهرج وبقى كيضرب فيها بهذيك السلسله. موراها شركهم بجوج وبقى كيضرب فيهم، وملي كانوا هما كيتالموا كان هو كيستمتع. حتى واحد اللحظه فين سينا غادي تشجع وتشد ديك السلسله بايده وتنوض ضربو هو
رجعتها كامل. موراها مشات جابت حديده وطعنته بها في دماغه حتى طاح الارض. بالنسبه ليه هي كان مات، ولكن على غفلانات وهو يقجها. هنا جا جون وهو هاز داك السلاح اللي كان مع المهرج في الاول وتيرا فيه به. تما مشى عند ختو بقى كيفيق فيها، وملي ناضت وشافت ماماها عنقاتها، ولكن خوها بقى كيغوت وكيقول لها بعدي منها هذه راه ماشي مامانا. وفعلا من بعد هاد الهضره المراه تحولات ولات المهرج اللي ملي حط ايديه على عينيها قدرت تشوف كاع داكشي اللي طرا لماماها وكيفاش ماتت. هنا هي انهارت، ومن بعد شويه ما بقاش كيبان ليها خوها. ملي مشات كتقلب عليه لقاتو طايح في الارض والمهرج قدامه. بحكم هي يسحب ليها قتلو بقات كتغوت وكتضرب فيه. هنا هو شدها وبقى قاجها. موراها طلقها وهي طيح في واحد البلاصه لتحت اللي كان فيها واحد البيسين اللي اللون ديالو احمر. ملي قربات منه سمعت الاصوات ديال الناس اللي حلمات بهم قتلهم المهرج في الحفله كيطلبوا في المساعده. وملي دارت لقات المهرج وراها. هنا هو طعنها بالموس ديالها وهي طيح في ذاك البيسين. موراها رجع المهرج لعند جون. اما سينا كانت محبوسه في واحد القرعه ديال الدجاج عامره بالماء، وكانت كتشوف كاع الناس اللي حلمات بهم، ولكن كانوا كاملين ميتين. سينا حاولت تخرج، ولكن ملي ما قدراتش بدات كتفقد في الوعي. كتراجع لعند جون اللي ملي فاق ولقى المهرج حداه وكياكل ليه في يده بدا كيعيط على اختو باش تجي تعاونو. هنا هذاك الموس ديالها بدا كيشعل بالضوء وهي بدات كتفيق وقدرت تخرج من جديد. من تما مشات نيشان لعند المهرج وحيدات ليه راسو بهذاك الموس ديالها، وموراها مشات لعند خوها. من بعد هادشي جات هذيك البنت الصغيره هزات الراس ديال المهرج اللي كان كيدوي معاها وداتو. من بعد مده طويله كنشوفوا في سبيطار فيكتوريا اللي هي البنت اللي كانت نجات من المذبحه في الجزء الاول حامله، وكانت كتكتب في الحيط بالدم سميه المهرج زائد سميتها. حتى لهنا كيسالي الفيلم. كنتمنى يعجبكم، ما تنساوش ديروا لايك وتخليو شي كومونتير زوين، ونشوفكم في فيلم جاي. تهلاو.